يلا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم شباب جانا في فيديو جديد. طبعا هذا الفيديو نتكلم لكم عن الكتاكيت. طبعا الكتاكيت من صار لنا تقريبا من أسبوعين. كان بالبداية بعد ما نبين عندهم هذا الجناح، تسمعون هذا الأبيض عليهم هذا. كان بالبداية ما نبين عليهم، بعد شوي شوي قاموا يعيشون. طلع لهم هذا الأجنحة، وشوي شوي إن شاء الله يكونون. طبعا اشتريناهن بسعر رخيص، يعني طلعن فد بالعراقي 500 دينار بس. عندنا 3,500. مهم ذني يعني يومين طلعن هيجي يتونسن يطلعن يلعبن. وعندنا أكل خاص، بس جبناه أكل خاص بس ما ياكلنا، بس يعني ما يحبنا هذا الأكل الخاص. قالوا ما أدري، نخليهم أكل خاص ما ياكلنا إلا يعني نطلعهم برا ياكلن. بس أرجيكم قفصهن وشلون اعتناء بيهن، ويلا خليكم في الفيديو. طبعا هاي منه هذا القفص مالتهن، هذا لازم توفرهن الماي. وطبعا هذا إذا واضح، هذا وضعهن. هذا المهم كل العالم ما يعرفون شلون يفرقون ديك. كتاكيت يعرفون ديك أو دجاجة. طبعا أنا طلعت على اليوتيوب مقطع فيديو كيف تعرف كتاكيت دجاجة أم ديك. طلعتها شفت طلع من جناح، يعني مثل هذا نشوف لكم اياه. بسم الله. سريع أول شي من جبناه مو نشيط، بعدين شوية شوية قام يصير. طبعا ثواني واحدة أصور بس الصبح. طبعا كيف تعرف ديك ودقاقة؟ سيبونا ثبته. جنحانة منه إذا واضح لكم، إذا جنحانة ما تريش صاعد مثل ريشة صاعدة وريشة نازلة، هذه معناته ديك. أما إذا ريشة مساوي مع جناحه، هاي دجاجة يعني جيد. المهم لازم تشتروهن وتعتنون بيهن. إذا ما تعتنون ذولي من يصبغ، ذولي مو ملوناتهن هيجي، ذولي ملونات ناس ملونين. يعني هذا اللون من يكون يروح، يعني هذا من يكون اللون يروح. فهذا من يصبغوهن بي يعني مواد يعني كيميائية تضر بصحتهن. ويعني إذا ما تعطين أكل وهاي يموتن. هسه احنا معتنين بيهن، راح يصير هذا راح يدخل أسبوعين، راح يدخل الأسبوع الثالث. معتنين بيهن والكبار إن شاء الله جبناهم فدنا وصغار، وإن شاء الله كمان. يلا نعتذر عن التأخير، بس نفيدكم بهاي المعلومات. لا تنسون تعطونا لايك، تشتركون بالقناة إذا ما مشتركين، ونشوفكم فيديو جديد. مع السلامة. خلي يتجمعون يلا. ياكل حشرة. يلا أفكم من هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.